سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم مع فيديو جديد غادي نوجدوا فيه طاجين بالخضر والفخيطات ديال الدجاج اللي كنت وجدتهم معكم من قبل بالأعشاب المنسمة والتوابل، وكنوضعهم في المجمد وفقط كناخذ الكمية اللي محتاجاها وكنحتفظ بالباقي. نبداو الوصفة. اولا غادي نحتاجو الخضر اللي كتكون من الطماطم، البصل، البطاطس والفلافل، فكنقطعهم على شكل دوائر. كنبدا نصففهم في الطاجين على شكل دائرة وبشكل مختلف. كنبداو بالبصل، البطاطس، الطماطم والفلافل وهكذا حتى نكملوا الكمية اللي عندنا ونملئوا الفراغ اللي في الوسط. من بعد كناخذ فخيضة الدجاج اللي وجدتهم من قبل، شاركته معكم في فيديو سابق. الا بغيتوا الطريقة خليوها لي في التعليقات، اما بالنسبه لتتبيله الفخيضات فغتلقاوها في صندوق الوصف. من بعد ما انتهيت من جميع الخضر كنصفف فخيضه الدجاج فوق الخضر بطريقه متساويه وبكميه اختياريه كذلك. فالفخيضات كيتكونوا من التوابل ومن الاعشاب المنسمه كتنسم لينا كذلك الخضر. ما نقولش لكم اللذه اللي كيجي فيها الطاجين بجميع هذه المكونات. فكنضيف كميه قليله من التوابل اللي كتكون الفلفل الاسود والملح، قليل من الزعفران اللي كيكون مطحون من قبل، وكنضيف كميه قليله من البابريكا اي من الفلفل الاحمر الحلو، وفي الاخير كنضيف كميه من زيت الزيتون. وفي الاخير كنضيف ربع كوب ماء وكنوضعه فوق نار هادئه وكنخليه يطيب على مهل. نغلق على الطاجين جيدا. كل 10 دقائق كنحاولوا نلاحظوا كميه الماء، الا نقصات كنحاولوا نزيدوا كميه قليله فقط حتى يطيب الطاجين. بعد مرور نصف ساعه تقريبا كنضيفوا شرائح من الحامض يكون مرقد من قبل مع قليل من الزيتون الاخضر، وكنخليوه يطيب فقط 5 دقائق. وفي الاخير كنحصلوا على طاجين لذيذ. نتمنى تجربوا وتخليوا لي رايكم في التعليقات، ونخليكم مع تتمه الفيديو ومع الطبق الاخير. ودمتم في امان الله ورعايته. باي باي.